السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده نحل مع بعض محافظة الإسماعيلية صفحة 242 من كتاب كونكت جيم الأضواء إنجليزي الصف الخامس ترم تاني. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة حبايبي عشان نوصلكم كل جديد من حل محافظات ومراجعة ليلة الامتحان، ونقول بسم الله. السؤال الأول طبعا نص الاستماع بيكون موجود في نهاية الكتاب، بيقول لك listen and circle the correct answer from A, B, C or D. بيقول لك هنا رحمة is in primary 5. طبعا رحمة بتكون في الصف الخامس. رحمة has a big bedroom in her new apartment، يعني رحمة عندها غرفة نوم كبيرة في الشقة السكنية بتاعتها طبعا الجديدة. There are posters، كان بيوجد العديد من الملصقات of animals للحيوانات in رحمة bedroom، يعني في غرفة رحمة. There is a big، هتقول له desk، بيوجد مقعد كبير to study on، عشان تذاكر عليه. طيب choose the correct answer. بيقول لك هنا bats الخفافيش can sleep upside down on trees، بتعيش طبعا يعني بتقعد بالمقلوب راسها تحت ورجلها فوق. طيب ancient Egyptian المصريين القدماء slept on reed mats، طبعا بيناموا على حصر حمراء. little kangaroos الكانجرو الصغير يا شباب كان sit inside their mom، بيقعدوا في الجيب بتاع مامتهم، الجيب اللي هو ايه بوتشز. طب هنا بيقول لك read and complete the text with the words in the box. عندك هنا fun ممتع، vacation اجازة، restaurant مطعم، beach شاطئ. Alexandria is a big city near the sea، بتكون قريبة من البحر. I like spending my vacation، انا بحب طبعا اقضي الاجازة بتاعتي زير هناك. My favorite place مكاني المفضل is the beach، بيكون الشاطئ. I can swim and dry، I can swim أنا بستطيع إن أنا أعوم طبعا وأسبح and dive وأغوص under the water تحت الماء. I can spend a relaxed day shopping and wonderful through، طبعا أقدر إن أنا أتمشى وأعمل شوبينج طبعا في اليوم ده واسترخى. The market الأسواق it's great، بتكون عظيمة to go there، أنت تذهب هناك and have fun وتستمتع. حلينا هنا صفحة 242 243 في اللي تشوز ريم هاد ا كول داي. ريم طبعا كان عندها يوم رائع ان فرنسا، في فرنسا. فرنش بيبول الناس الفرنسيين could understand ريم، استطاعوا ان هم يفهموا ريم when she spoke English، لما اتكلمت اللغة الانجليزية. answer the following question. what famous sites، ايه هي المواقع المشهورة did ريم see، اللي طبعا ريم شافتها رقم 3. هنا هتقول له like لوفر، مثل اللوفر متحف اللوفر، و beautiful museum متحف جميل، with fantastic painting طبعا برسومات مدهشة. طيب السؤال الرابع how were the French people، كيف كانت الناس الفرنسيين. رقم 4 تقول له people were kind، كانوا عاطفيين يا شباب وكمان ودودين لان هم ساعدوها. what did ريم do، يعني ريم عملت ايه at the end of the day، في نهاية اليوم. طب تعالى كده، قال لك we went to a French restaurant، طبعا راحت لمطعم فرنسي and had a beautiful a wonderful meal، وطبعا تناولت وجبة جميلة. طيب في الترتيب هتقول له هنا look I am، انظر لي، هتقول له هنا ايه I am going to take a photo، انا رايحة اخد طبعا صورة. do you have a toothache، هل انت عندك ألم في الأسنان. read and write بيقول لك هنا can I have some medicine please، يعني ممكن تديني بعض الأدوية بفضلك. she is crying، هي طبعا بتبكي. she is هتقول له unhappy، يعني ايه غير سعيدة او sad او حزينة. في البنك تويت هتحط الدبليو كابيتال وتحط كويتشن مارك، تحط هنا الاي كابيتال وتحط النقطة. بيقول لك اكتب باراجراف عن homes in ancient Egypt، يعني المنازل في مصر القديمة. هتقول له هنا ancient Egyptian المنازل القدماء. made there، هتقول له هنا homes كانوا بيصنعوا المنازل بتاعتها near the Nile بالقرب من النيل. they used mud bricks، طبعا هما كانوا بيستخدموا الطوب اللبن to build their homes، عشان يبنوا المنازل بتاعتهم. they painted home، هما كانوا بيدهنوا المنازل بتاعتهم white باللون الابيض to make it cooler، عشان تجعلها طبعا باردة من حر الشمس طبعا. بكده يا بطل نكون وصلنا نهاية الفيديو. حطوا لنا لايك للفيديو يا شباب واشتركوا في القناة، ربنا ينجحكم جميعا يا رب. حطوا لنا اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده، كنت شاكرة جدا ليكم، مع السلامة.